أكيد فاكر وقت كنت مبسوط وبتضحك وهوبا جت أفكار في دماغك، لقيت الابتسامة بتاعتك بتنزل وبعد شوية بقيت مهموم وحاسس إن أنت مش مبسوط. الأفكار دي بنسميها lingering thoughts، وهي الأفكار اللي بتيجي في دماغك بتبقى عبارة عن إن أنت المفروض تعمل كذا وكذا وكذا وما عملتوش، وأنت دلوقتي قاعد مبسوط وبتضحك وأنت ما خلصتش الحاجات اللي عليك. طيب أنت قاعد وسط الناس دي وكل واحد فيهم حقق حاجات معينة وأنت ما عملتش أي حاجة في حياتك أو ما وصلتش للي هم وصلوا له، أو أنت عندك كام سنة دلوقتي ولحد دلوقتي ما ارتبطتش. أفكار بنفس الشكل، فبتحس إن أنت لازم تحقق ولازم تعمل ولازم تخلص علشان تبقى مبسوط. ولكن الحقيقة القاسية إن اللينجرينج ثوتس دي هتفضل تيجي مهما عملت. فعلشان كده مهم نفتكر إن السعادة ما بتجيش من بره، يعني السعادة ما بتجيش إن أنا عملت كذا وإن أنا حققت كذا أو إن أنا في العلاقة المعينة، لأن السعادة بتيجي من جوانا. إحنا اللي بندي معنى للحاجات دي بتخلينا مبسوطين. فالأفكار دي لما تجيلك تاني وأنت مبسوط خليك عارف إن دي لينجرينج ثوتس، واسأل نفسك سؤال: أنا في اللحظة الحالية عايز أعمل إيه؟ عايز أبقى مبسوط. فخلاص هتجيلي افكار ان انا ما عملتش ما سويتش ما رحتش ما جيتش، اوكي شوفهم عديهم وكمل اللحظه اللي انت عايش فيها. بلاش تانجيج وتتفاعل مع الافكار دي، لان التفاعل مع الافكار دي هو اللي بيسحب منك السعاده. ومهم اقول ان اللينجرينج ثوتس دي فعلا مهمه، رغم ان دمها تقيل بس هي الحاجه اللي بتحركنا، لان الصوت ده دايما بيجي بان في حاجه ناقصاك. واحنا كبشر لو مفيش حاجه ناقصانا مش هنتحرك، هنفضل موجودين مكاننا. بس المشكله ان معاها مفهوم مغلوط ان لما انا هحقق، لما انا هعمل اللي اللينجرينج ثوتس دي عايزاه انا هبقى مبسوط. وفي الحقيقه ده مش بيحصل. انا لما بعمل ده انا بس عشان اهدي اللينجرينج ثوتس اللي بتيجي في دماغي.